السلام عليكم. خرجت دكتورة وطبيبة على برنامج الرمضاني بدون لغة خشب تتحدث عن المثلية، وحاولت تقديم مبررات لتقبل هذا النوع من السلوك، ثم قالت بأن المثلية مسؤول عنها جينات معينة. ولكن هادو واش اختاروا بيديهم؟ انا أنا كطبيبه كطبيبة نقول لك نقول لك بان بأن ما ما اختاروش اختاروش بيديهم. بيديهم. كاين اسباب أسباب جينيه جينية، دونك سي سي جينيتيك جينيتيك شي شي في في لا دي الADN. ان. كاين هذه الطبيبة تردد الكذب وتطعن حتى في العلم الذي تنتمي إليه. هذه دراسة علمية خرجت سنة 2019 توصلت أنه لا يوجد سبب جيني للمثلية، وهذه دراسة أخرى على مجلة نيتشر العالمية تقول بأن المثلية ليست سبب جيني. ثم قالت الدكتورة بأن هذا السلوك موجود بالحيوانات، وبالتالي ينبغي تقبل هذا السلوك حتى مع الإنسان. كاين منها منها عدد عدد اكثر أكثر من من 400 450 تقريبا تقريبا نوع نوع من من الحيوان الحيوان فيهم فيهم هاد هاد قضيه قضية المثل. المثل. وفعلا لاحظ العلماء سلوكيات تزاوج بين أفراد من نفس الجنس في أكثر من 1500 نوع حيواني، لكن هذا السلوك لا يعد ميولا جنسيا بالمعنى البشري، بل تبرره الأبحاث بدوافع بيولوجية بحتة: إثبات الهيمنة والسيطرة، لإعلان الذكر سيطرته على أفراد القطيع أو مساحته، ثم التدريب على التزاوج، أي ممارسة مبدئية لتعلم مهارات التزاوج المستقبلية مع الجنس الآخر، ثم تقليل التوتر الاجتماعي، أي تستخدم بعض الحيوانات هذا السلوك لإنهاء النزاعات وإحلال السلام داخل الجماعة. الفرق الجوهري بين الإنسان والحيوان هو العقل والمسؤولية. الحيوانات تسيرها الغريزة والشهوة بلا عقل ولا تحاسب على أفعالها، أما الإنسان فهو يتميز بالعقل والإرادة والقدرة على تهذيب غرائزه، ولهذا كلفه الله بالشرائع والأخلاق، وبالتالي لا يجوز تبرير سلوك الإنسان المنحرف بأفعال الحيوانات، فالإنسان محاسب على أفعاله ومسؤول عنها. والانجرار وراء الغرائز دون ضابط يهوي به إلى مرتبة أدنى من البهائم التي لا تملك عقلا يوجهها، وإلا فإننا سنقبل حسب هذا المنطق أي سلوك يقوم به الحيوانات نقوم به نحن كذلك، وهذا منطق لا يمكن أن يقبل. ثم تقول الدكتورة بأن هذا السلوك هو قديم جدا وليس وليد اللحظة. اصلا أصلا هادشي هادشي عبر عبر التاريخ التاريخ، دونك دونك ماشي شي حاجه اللي وليدات ولدت اليوم. والرد بسيط جدا: حتى الحسد والكره والكثير من العادات السيئة هي كانت قديمة ولا زالت موجودة. هل هذا مبرر لقبولها؟